السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله بيكم. كيف الحال أصدقائي؟ طبعا اليوم الحلقة الأولى في برنامج اللي سويته، البرنامج الجديد وكل في رمضان. هذا طبعا البرنامج ابتداء من هذا اليوم، هاي الحلقة الأولى. أتمنى تدعمون القناة والاشتراك بها، وإذا عجبكم الفيديو سووا لايك. واليوم طبعا حديثنا عن آه، واحد من الخضروات الجذرية المظلوم بشكل رهيب، مظلوم جدا جدا إعلاميا، ومظلوم يعني على مستوى عالي ما حد يعني ذكره، وهو الشلغم طبعا، أو اللفت يسمونه في بعض البلدان. طبعا نتحدث باختصار عن هذا الموضوع. فطبعا هذا من الخضروات الجذرية، طبعا ينبت في دول كثيرة، طبعا مثل أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا، خاصة مصر وتونس، أيضا أمريكا. ينبت في ترب طينية، طبعا يحتاج إلى رطوبة عالية هو، وينمو بكثرة، خاصة في فصل الخريف والشتاء. وطبعا إذا نتحدث عن فوائده، الفوائد عظيمة طبعا، لكن راح نحكي باختصار عن فوائد الشلغم. اللي هو هذا هو الشلغم بصراحة، إياه. وطبعا أنا اليوم سويته سلكته بهذا الشكل. هذا هو الشلغم. طبعا نقدر يعني نتناوله مسلوق أو مشوي، طبعا ماكو فرق بصراحة، ماكو فرق. نتحدث عن فوائده طبعا باختصار. طبعا فوائد الشلغم هي كثيرة. أولا هو يقوي جهاز المناعة، الاحتواء على فيتامين سي. طبعا هو يقوي جهاز المناعة بشكل رهيب طبعا. يحتوي على فيتامين سي أيضا بنسبة جدا عالية. هو غني بالألياف، يساعد على الهضم، وأيضا يمنع الإمساك. يعني اللي عنده إمساك ياكل الشلغم راح يروح الإمساك من عنده بشكل سريع. أيضا يدعم صحة القلب، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، مما ينظم ضغط الدم. طبعا يقلل من مخاطر أمراض القلب، لأنه طبعا أكيد، لأنه ما دام يحتوي على مضادات الأكسدة وبوتاسيوم. هذا طبعا احنا نعرف البوتاسيوم خاصة بالموز، أنا نعرفه يعني. البوتاسيوم هو يساعد، يعني يفيد القلب بشكل عالي، ويوسع الشرايين، ويوسع الأوعية الدموية، وبالتالي هو يزيد من صحة القلب. إذا توسعت الأوعية الدموية أكيد راح يزيد في مساعدة القلب، ويزيد في صحة القلب. أيضا يقوي العظام، هذا يعني الشيء الغريب. طبعا ليش؟ لأنه يحتوي على الكالسيوم وأيضا مغنيسيوم. الكالسيوم هو طبعا يقوي العظام، لأنه بالتالي بنقول يقوي العظام، لأنه يحتوي على كالسيوم خاصة، وأيضا مغنيسيوم. أيضا مفيد للنساء اللي تبحث عن جمالية ونضارة بالوجه، فهو يفيد النساء بشكل عالي. طبعا لأنه يحتوي أيضا مثل ما قلنا مضادات الأكسدة وفيتامين سي، ويقلل التجاعيد، لأنه أنت مضادات الأكسدة هي وفيتامين سي إنه يوخر التجاعيد، لذلك نلقى هاي الأشياء موجودة في الدهون. فيتامين سي ومضادات الأكسدة موجودة في الدهون اللي يبيعوها ككريمات للوجه. هذا الشيء يعني معروف. طبعا أيضا هو منخفض السعرات الحرارية، لأن ما بيه سعرات حرارية بصراحة. هذا الشلغم خالي من السعرات الحرارية، السعرات تكاد تكون صفر، وبالتالي اللي يريد ينقص وزنه فياخذ الشلغم. أيضا هو يساعد في الشبع، يعني يخلي معدتك تترس بسرعة، وبالتالي هو مفيد جدا للي يحاولون يخفضون الوزن، ويفيد للكبد، لأن بيه مركبات تزيل السموم من الجسم، فهو راح يساعد الكبد، لأن الكبد أيضا هو يعني الكبد هو مركز السموم في الجسم، وبالتالي هو أيضا يساعد الكبد في هاي العملية، في إزالة السموم من الجسم كلها. مثل ما قلنا ممكن نتناوله أيضا مشوي، بس يعني ما شاوينا يعني ساقع، أو نتناوله طبعا
بشكل مو بس مشوي، حتى إذا سلق يعني مثل هذا. هاي الطريقة، طريقة السلق بهالشكل هذا ممكن يعني. هذا كلش يعني طعمه طيب. ممكن نتناوله أيضا بالملح مثل ما قبل كانوا يستخدموه، أو أيضا بالدبس. هذا اللي أريد أحكي بيه باختصار عن مادة اللفت أو الشلغم. أتمنى تدعمون القناة والاشتراك فيها وتشاركون بهذا البرنامج الرمضاني. مع السلامة.